أهلًا بيكم حلقة جديدة من هوية بيزنس. حلقة النهارده ليها علاقة بالتخصُّص. كام حد فينا بيشتغل في حاجة وشايف إن أنا إيه المشكلة يعني لمّا يبقى عندي معرفة بكل حاجة؟ لو أنا coach فأنا مثلًا life coach المهم إن أنا أكون coach وعندي معرفة بكل الtheories أو كل النظريات اللي ليها علاقة بالcoach، خايف طول الوقت إن أنا أركّز في حاجة معيّنة أو يبقى عندي تخصُّص معيّن أو شايف إن دي حاجة ما لهاش أهمية يعني إن أنا أركّز عليها. الحلقة دي هتتكلم فكرة التخصُّص، أهميتها، ليه لازم من دلوقتي أبقى أعرف أكتر عنها، إيه إيجابياتها وسلبياتها. دي الحلقة بتاعتنا النهارده من هوية بيزنس مع مروان نصار. هاي مروان. هاي صافي، إيه الأخبار؟ عاملة إيه؟ باقول بجد أنت أخبارك إيه؟ كُلّه بخير الحمد لله. الحمد لله. طيب مروان السائد هي فكرة إنه أنا يبقى عندي تخصُّص عام. أنا life coach for example، اهم. أنا شخص باعرف في حاجات كتير، نظريات كتير، علم كتير طول الوقت. هو مهم إن أنا أبقى عارف إن في تخصُّص معيّن أو إن أنا أذاكر في تخصُّص معيّن بعينه؟ آه جدًا، مهمة جدًا، مهم جدًا إن أوكي. أنا أبقى متخصص في حاجة معيّنة وخاصةً في البداية، لإن الحاجة العامة بتلاقي فيها منافسة كتير، لإن هي سهلة صح؟ يعني لو أنتِ اتكلمتِ على صح. life coach أو relationship coach أو مثلًا marketing agency أو real estate agency كتير، أوكي؟ صح. ولكن لو إحنا قُلنا مثلًا إن أنا the exit life plan career coach. يعني أنا باساعد الموظفين اللي هم بياخدوا قرار يكمّلوا والّا لأ، أوكي، إمم. فأنا كويس. بقيت محدد جدًا، أو حد تاني مثلًا بدل ما باشتغل marketing agency باقول لأ، أنا sales funnel أو marketing funnel marketing agency، إن أنا مش باشتغل بالقطعة ولكن إحنا بنشتغل على الfunnel كلّه، منظور الfunnel على بعضه، أو إن أنا شخص يعني AI powered marketing agency إن إحنا كُلّا بنعمل كل حاجة بالAI، فخدت تخصُّص برضه أو في تخصُّص. فالتخصُّص مفيد جدًا لإن هو بيخلّيك إن أنت بتنافس عدد محدود من الناس، مش بتنافس عدد كبير من الناس، لإنّك لو قُلت إن أنا marketing agency أنت هتنافس كام؟ ولكن لو أنت قُلت إن أنا AI power sales funnel agency أنت هتنافس كام واحد؟ أوكي، أوكي. فأول حاجة التخصُّص مهم لإن هو بيساعدك إن أنت طبعًا إن أنت تبقى المنافسة عددها قليل. بس هنا في ناس بتخاف يا صافي، يعني معظم الناس لمّا بتقولي لهم التخصُّص بيخافوا، بيخافوا إيه، الفُرَص هتبقى محدودة، الناس مش أيوه، ما هو هتبقى تخصُّص كتيرة، صح؟ أقل، فده معناه إنه عدد الناس اللي أنا باتارجتهم أكيد أقل، ففُرَصي في بالضبط، الشغل هتقل. بالضبط، بالضبط، ده مش حقيقي ده limiting أوكي. belief أوكي. ده limiting belief كبير، ليه؟ لإن أنت لو إمم. عايز تتخصّص أنت المفروض تعمل market research. إيه الmarket research بشكل بسيط يعني، هو إن أنا باشوف إيه الوجع اللي عند العميل، إزاي ممكن أعالجه، وهل العميل ده عنده القدرة الشرائية اللي يقدر يدفع بيها تَمَن العلاج ده، اللي أنا أقدر يعني اللي أنا أقدر أساعده بيه، آخر حاجة هل أنا باستريّح في التعامل مع هذا العميل والّا لأ؟ يعني ممكن life coach بس مش بيستريّح مع كل الناس، في ناس ممكن مش بتقدر تساعدهم، فأنا لو قُلت إمم. باساعد كل الناس غلط، ما أنت ما تقدرش إن أنت تساعد كل الناس. بغض النظر أنت مين، أنا عارف إن أنت ما تقدرش تساعد كل الناس، لإن شخصيتك وأسلوبك وطريقتك and so on مش هتبقى مفيدة، أو مش كل الناس هتستصيغ الشكل ده والأسلوب ده، فالأولى والأفضل إن أنت تركّز على الناس اللي أنت عارف إن أنت شبههم، حابب إن أنت تشتغل معاهم، قادر إن أنت تحل لهم المشكلة بتاعتهم، وعندهم القدرة الشرائية إن هم يدفعوا فلوس. فدي الحاجة اللي أنا شايف إن هي ممكن إن هي تريّح الناس، وهنا بقى لو أنت تخصصت في شيء معيّن وقدرت إن أنت تعمله كويس، والمشكلة نفسها كانت مهمة بالنسبة للناس إن هم يعالجوها، ساعتها هيقدروا إن هم يدفعوا لك مقابل، وساعتها مش هتبقى إن أنا محتاج عدد ناس كتير، بالعكس إحنا ممكن بنشتغل دلوقتي مثلًا مع 10، 15 client بس ال10، 15 client دُولة بيجيبوا لنا تقريبًا 80% من الprofit بتاع الشركة، 80، 20 و20 rule. بالضبط، يعني 20% و20% من باقي الناس، آه. أوكي؟ أوكي. فهي الفكرة كلّها إن أنت لمّا بتتخصص أنت مش بتقفل opportunities أنت بتفتح opportunities بس بتفتح الباب اللي أنت عايز تخشه. أوكي very nice. ومتهيأ لي هنا كمان إدراكي للتخصُّص بتاعي يخلّيني أذاكر فيه أكتر، أفهمه أكتر، أدرس أكتر إيه الحاجات اللي أنا محتاجها عشان تخلّيني أقوى فيه، بدل ما هي معلومات عامة كتير بس ما فيش الله حاجة بعينها أنا عليكِ، قوي فيها. يا سلام عليكِ، الله ينوّر، تعالي نلعب لعبة، يالّا بينا. أوكي، أوكي، يالّا بينا. شايفة أوكي. الscreen؟ yes. أوكي،
لو إحنا افترضنا هنا إن إحنا هنقول مثلًا إن إحنا عندنا relationship مثلًا coach أوكي؟ أوكي. أنت هنا بتقارن نَفْسك بكام واحد؟ بتقارن نَفْسك هنا بآلاف صح؟ هنقول 1000 for now يعني أوكي، بس أنت تمام. بتقارن نَفْسك بكتير أوي. بس أنا أوكي. لو عملت حاجة تانية إن أنا سمّيت نَفْسي مثلًا the exit معلش exit plan ماشية معانا بس خلّيها exit plan exit مكمّلة plan معاك. career coach exit plan career coach الناس مثلًا اللي عايزة تنفصل، أوكي، نفس الموضوع بالنسبة للشركات لو أنت عايز تسيب الشركة بتاعتك، بس نفس الموضوع لو أنت مثلًا الدنيا مش مناسبة، فإزاي ممكن تعمل exit plan أو ممكن إن أنت to redesign your marriage and so on أوكي، دي اتكلّمنا ف عنها بتفصيلًا في حلقة تانية يعني، ممكن اللي حابب yes برضه يشوف وعلى فكرة هي دي. اللي يمشي هنا يمشي هنا، يعني اللي بيسمعنا بالهات بتاعة إن هو عايز يسيب الشركة بتاعته ممكن يسمع ويطبّق، واللي بيسمعنا بالهات بتاعة الrelationship ممكن نفس الحاجات يطبّقها، بس إمم. كإني ما قُلتش أوكي. حاجة لإن أنا ما أعرفش في الrelationships أوي، أوكي. أوكي، فده exit plan فهنا في ناس كتيرة relationship وحاجات كتيرة بقى يعني بييجي لك ناس X ناس Y ناس Z بييجي لك ناس كتير، على فكرة في إمم. ناس هنا أنت بتقدر تساعدهم أوي وهنا في ناس نُص، نُص 50% أنت مش متمكن من الحتّة دي، بس أنت متمكن من الحتّة دي، يبقى الحتّة دي هي اللي تاخدها وتشتغل عليها، ويبقى هو إمم. ده الniche بتاعك، التخصُّص بتاعك، الحتّة اللي أنت قوي فيها اللي هي 100% من الناس بيقولوا لك عليها إن أنت بتعملها كويس، وهنا هتبقى طَب محتاج تسأل الناس، اتفضل. معلش خلّينا نقف هنا، أنا هنا هاعرف منين إن الحتّة اللي أنا قوي فيها دي قوي فيها؟ أجرّب بقى general لغاية ما برافو ألاقي عليكِ. نفسي قوي في حاجة، والّا أسأل اللي حواليّا، والّا في tools AI tool مثلًا ممكن أستعين بيها؟ يعني إيه yes. الoptions المتاحة هنا؟ بُص، لأ هنا محتاج إن أنت تجرّب الأول، وبعد كده تضمن إن أنت بتقدر تحل المشكلة عند الناس دي، وبيدّوا لك feedback والfeedback بتاعهم بيقول إن هم تغيّروا بسبب الحل بتاعك، أوكي. أوكي؟ فأنت أوكي. الأول بتبقى داخل مش بمنطلق إن أنا هافضل كده، أنت بمنطلق إن أنا هاتخصص، بس أنا عايز أفكّر هل التخصص اللي أنا باقول عليه باقدر إن أنا أعمله والّا لأ؟ فأنت أول ما بتخش أنت بتخش وأنت عندك فكرة الpositioning موجودة في دماغك، حتى وأنت بتدرس الrelationship coaching أنت في إمم. دماغك إن أنا عايز أتخصص في شيء، أنت البحث هنا بتشوف أنا هاتخصص في إيه، مختلف عن الشخص اللي هو بيقول إن أنا هاشتغل relationship coach. أوكي، فإدراكي من الأول أنا داخل باخد الcoaching ليه، داخل باعمل marketing agency ليه، داخل whatever الفكرة ليه، اهم. بنية أو بغرض إن أنا من الأول أبقى فاهم إنه النتيجة تبقى التخصُّص في حاجة معيّنة هو مختلف شكلًا وموضوعًا عن إن أنا داخل بفكرة عامة وباجرّب وخلاص. بالضبط كده، الله ينور عليكِ. الأولانية هتودّي لنتيجة واضحة، التانية هتسيبني طول الوقت yes، باتسائل أنا رايح yes، فين. تمام. yes. أوكي. فهنا لو قُلنا ده exit plan أو إن أنت متخصص في إن أنت بتعمل برامج retreats and so on على the exit plan أو redesigning your marriage إزاي ممكن إن أنت تشوفه بشكل مختلف redesigning your family مش بس الmarriage ولكن الfamily إزاي ممكن تعملها أولادك تعلّمهم حاجة مختلفة يعني and so on هتلاقي هنا المنافسة بتقل يا صافي، من 1000 واحد بيشتغلوا في الrelationship هتلاقي هنا المنافسة في الexit for the exit plan أو redesigning your marriage هتلاقيها مثلًا 100 أوكي. صح؟ اهم. المنافسة أقل، المنافسة أقل والimpact أكتر، يعني yes. أنت هتفيد الناس أكتر، وعلى فكرة ممكن الprofit يبقى أكتر ليه؟ لإن أنت هنا اللي هييجي لك من ال1000 دُول كام؟ لإن المنافسة كتيرة أوي، في ناس هنا سبقوك بسنين صح؟ في الrelationship في ناس أساسًا اهم. اللي هم علّموك relationship أنا لو واحد عندي القدرة الشرائية، أنا ليه هاروح لواحد جديد بيقول إن أنا عندي relationship طب ما أنا هاروح مع الexpert اللي هو دَرِّس لك يعني إيه relationship آخد معاه. yes. صح كده؟ فأنت أساسًا صح. الناس اللي هتيجي لك هنا قليلين أوي، لإن أنت مش معروف، branding مش معروف، وrelationship طالما أنت بتاع relationship طب ما أنا هاروح للي دارس لك. فأنت اللي هيقعد معاك بقى إيه، الناس اللي قدرتهم الشرائية قليلة أوي، اللي الprofit بتاعك ممكن يكون صعب إن أنت يعني تطلب منهم profit كبير، الniche بتاعك بقى هيبقى محدود أوي، إن أنت relationship coach بس مع الناس اللي الprofit بتاعتهم محدودة، وممكن كمان ما يحسوش بالvalue اللي أنت بتقدمه. فيبقى أوكي. دايمًا في يعني إيه، الcustomer ما يبقاش مبسوط وأنت ما بتبقاش مبسوط. مش عارفة ليه رابطة اللي أنت بتقوله أوي بحلقة من الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده، فكرة إنه أنا بابقى خايف لو تخصصت إن يبقى في شخص قديم قوي في الحتة دي، فبالتالي التخصص اللي أنا هاتخصصه ما لوش قوة. صح، وإحنا في الحلقة دي اتكلمنا بقى تفصيلًا عن فكرة إنه مذاكرتي للخصم أو مذاكرتي للشخص اللي في نفس الحاجة ديّة وقوي فيها،
إنه إدراكي لنقط قوتي، إنه إدراكي للخطة اللي أنا حاططها قد إيه ممكن يأثّر في حاجة ليها يعني أنا رابطة الحلقتين ببعض بقوة الصراحة. صح، وممكن إن إحنا نrefer للحلقة دي كمان، لإنها مهمة جدًا. وهنا بقى الimpact بتاعها لو أنت كمان عام، فأنت بتقارن نَفْسك مع يعني الناس بشكل عام، فأكيد أنا هاروح اللي بياكل السوق من الأول، لإنّك ما عندكش أي إضافة. صح، أوكي؟ صح جدًا. إمم. تاني حاجة لو أنت عملت exit plan هتلاقي هنا عدد أقل من المنافسة، هتلاقي الprofit بتاعك بيزيد، هتلاقي الimpact أنت قادر تأثّر عليهم، يعني قادر تضمن الtransformation اللي بتحصل، لإن أنت جرّبته وقادر التحوّل اللي بيحصل للناس كويس. إزاي بقى تبقى the one and only؟ ودي بقى إيه، ممكن أقول خبرة سنين، أوكي؟ أوكي. يعني تمشي من ال1000 لل100 هو واحد بس، إمم. أوكي؟ هنا إن أنت في ناس كتيرة بيسموها the exit plan strategy، بس أنت هيبقى عندك philosophy، هتعمل فلسفة اللي إحنا بنسميها الهوية، بس هوية على البرنامج بتاعك. البرنامج بتاعك على سبيل المثال the exit plan أنت هتسميه مثلًا آمم، آمم، هاسميه حاجة لسه متكلم فيها مع شخصية يعني عزيزة عندنا dance or fight. أوكي. the dance or fight methodology، أوكي؟ إمم. يعني خريطة dance or fight، وهتقول لهم dance or fight اللي أنا فيه باحُط 5 أركان أساسية تقدر من خلالهم لو أنت مشيت بالأركان الأساسية دي، تقدر ساعتها إن أنت to redesign your marriage، أوكي؟ إمم. فدلوقتي لو أنا باقول هو مين بيعمل dance or fight؟ ما فيش غير صافي، أوكي؟ بس مين بيعمل أها. designing اللي هو redesign your plan؟ في 100. بس هنا أنتِ صح. تميزتِ يا صافي بإيه، بالفلسفة بتاعتِك، الناس هتعرفِك بالفلسفة اللي هي إيه، اللي هو dance or fight اللي فيها باتكلم على 10، 5، 7 عناصر أساسية تقدر من خلالهم إن أنت to redesign your marriage. ويبقى هنا أنتِ انتقلتِ من مرحلة فقط الموضوع الكبير، الtopic الكبير، إلى الniche التخصُّص بتاعِك، إلى إحنا هنا بنسميه sub niche، بس أنا كده باحب إن أنا أسميه الفلسفة بتاعتِك، فبتبقي the إمم. one and only اللي أنتِ بتقدّمي الفلسفة دي. والفلسفة بقى دي يا صافي بتعملي عليها حاجات كتير، صح؟ ممكن تعملي عليها إيه، زي ما إحنا اتكلّمنا قبل كده في موضوع سابق، ممكن تعملي عليها كتاب، ممكن بجد. تعملي عليها cards، ممكن تعملي عليها retreats، ممكن تعملي عليها online program، ممكن تعملي عليها face to face program، ممكن تعملي عليها حاجات كتير. ليه؟ it's your philosophy. إمم. فهنا very إزاي ممكن الشركة، على فكرة لو حطينا هنا marketing تقدري مثلًا marketing هنا AI، ومن الAI هنا نقدر نقول مثلًا the human AI method. مثلًا شركة بتعمل مش بس AI، ده أنا بادمج ما بين the authentic AI method، إزاي الناس ممكن تشوف حاجاتك بس هي تلاقيها authentic human oriented، فإحنا شركة متخصصين في ده، مش بس متخصصين في الAI، عن طريق شوية حاجات إحنا بنعملها، 5 حاجات إحنا بنعملها بنخلّي الAI بتاعك يبقى AI powered by human أو human إمم. powered by AI. very nice. أنا عاجبني أوي الapproach بتاع إنه إحنا البرنامج بتاعنا اسمه هوية business، ففكرة إن أنا ألاقي الهوية بتاعتي أنا كشخص في الحاجة اللي أنا باعملها، متهيأ لي دي قوة الtool أو قوة الreflection اللي موجود ده يا مروان يعني. أنا ألاقي نفسي في اللي أنا باعمله، مش بس باعمله Yes. وخلاص. Yes، yes. 100%، 100% أوكي. إن أنت تلاقي نفسك في الحاجة اللي أنت بتعملها. بس كده، دي فكرة how to niche down وأهمية الniche من وجهة نظري، لإن أنت اهم. بتبقى مميز عن اللي موجود، بس مش فقط مميز عن طريق إن أنت تقول أنا مميز، أنت إمم. مميز عن طريق الفلسفة اللي أنت بتقدّمها، عن طريق إن أنت عارف أنت بتقدّم إيه، عن طريق عارف اللي أنت بتقدّمه بيقدر يساعد الناس إن هم يعملوا إيه بالضبط. وطالما مسكت الحاجات دي، ساعتها السوشيال ميديا هتبقى سهلة، ليه؟ لإن أنت هتكتب content في اتجاه معيّن، نفس الاتجاه، هتعمل حوارات في نفس الاتجاه، هتنزّل reels في نفس الاتجاه، فالاتجاه بتاعك هيبقى محدد، مش عشوائي يعني.
صح جدًا، وفكرة الconsistency يعني كل الناس اللي نجحت، أي حد نجح هو شخص consistent ثابت في اتجاه واحد بطريقة واحدة. فبقى على يعني building on what you're saying إنه فكرة إنه أنا عارف اتجاهي، ثابت عليه، رايح فيه، باقول نفس الكلام على نفس الموضوع طول الوقت، باخلق لنفسي قصة. أنا فاكرة كنت باتكلم في الموضوع ده مع حد قريب، فبيقول لي: "هو الشخص ده شاطر أوي." بس حقيقي لمّا بيتكلم على trainer يعني، بس حقيقي أنا لمّا بابقى عايزة أجيبه شركتي، مش بابقى عارف أجيبه ليه، لإن هو إمم، بيتكلم في حاجات كتيرة أوي، فأنا مش عارف هو قوي أوي أو شاطر أوي في إيه، فهو نعم هناك علم ولكن إمم، فين بقى التطبيق؟ فده بقى yeah، اللي أنت كنت بتشرحه لنا النهارده يا مروان، هي فكرة التطبيق. yes، أوكي، yes. قبل ما نقفل الحلقة يا مروان، في أي tips، في أي حاجات شايف إن هي مهمة نراعيها أو ناخد بالنا منها وإحنا niche down أو وإحنا بنبُص على الimplementation؟ الحاجة الأساسية إن أنا هاقول ما تقلقش، يعني الموضوع مش فرص أقل، الموضوع بالعكس تمامًا، إن أنت بتبدأ niche down وتعكس بقى، ممكن تتوسّع بعد الniche down مش العكس، يعني في ناس بتبدأ إن هي هابدأ life إمم، coach ساعتها بيبقى صعب التوسُّع، لإن أنت already بادئ كبير أوي. أو بادئ من شكل كبير أوي، بس أنت لو عكست الموضوع تقدر إن أنت تعمل حاجات تانية، يعني لو قدرت إن أنت تعمل dance or fight مثلًا course مثلًا معيّن، برنامج معيّن، فلسفة معيّنة، تقدر بعد كده تعمل منتج تاني جنبه، تعمل منتج تالت جنبه، تتوسّع، بدل ما تعمل dance or fight مثلًا للcouples تعمل dance or fight للناس المُقبلين على الزواج، أوكي؟ إمم، ممكن تعملها مثلًا dance or fight مثلًا للentrepreneurs أوكي، إزاي ما لإن أنت في الأول وفي الآخر هتبقى برضه entrepreneur هتبقى مثلًا رائد فكر وأنت بتعمل ده، فتقول لهم إزاي تحب الوظيفة بتاعتك وإزاي ما تكرههاش، فإزاي ممكن dance or fight معاها، فit's a concept تقدر إن أنت تتوسّع منه. مش إن إمم، أنت تبدأ عام وبعد كده هو ما حدش بيسمعني، لإن الناس بتحاول تسمع لناس كتير، ولكن لو بدأت بniche تقدر إن أنت تتوسّع بعده، وفي أمثلة كتيرة أوي للموضوع ده مثلًا في في شركة اسمها يعني كانت عاملة حاجة اسمها دولار اللي هو الshaving club اللي هو $1 shaving club أو dollar shaving club دُولة كان بيتارجت الناس وهُم بادئين ببساطة جدًا، بيتارجت الناس اللي هُم بيحلقوا بشكل دائم، يعني الناس اللي بتحلق وعاملين subscription based يعني بيوصل لهم الحاجة اهم، كل شهر subscription based. طبعًا كانوا بينافسوا ناس كتيرة أوي عمالقة، ولكن قدروا إن هم ينجحوا لإن هم كانوا محددين، الناس اللي بتحلق بسرعة مش مهم بالنسبة لها 5، 6 مش عارف 7 والفلوس كتيرة، لأ احلق وارمي وييجي لك subscription تاني بأسعار رخيصة جدًا. فهو كان بيniche down إيه اللي حصل؟ إن Unilever الشركة الكبيرة طبعًا Unilever معروفة جدًا، اشترتهم $1,000,000,000 واو! أوكي، هو بدأ بniche down بعد كده كبر، الناس طار، اشترته طار yes، خالص، أوكي، أوكي، خدوا بقى طار اللي خلاص، أنتم عايزينه، وفي أوكي. أمثلة لكده كتير يعني، بس ده كان المثال اللي في دماغي حاليًا. طيب شكرًا ليك يا مروان. في آخر الحلقة حابة أسألكم سؤال، شاركونا إيه التخصُّص اللي أنتم بتفكّروا فيه؟ لو قبل الحلقة دي كنتم لسه تايهين وفي آخر الحلقة إحنا قدرنا نساعدكم شوية تلاقوا التخصُّص، شاركونا التخصُّص بتاعكم أو لو ليكم أي question تاني أو سؤال تاني له علاقة بالموضوع، هنبقى مستنيين. شكرًا جدًا ليكم، نستناكم في حلقة جديدة من هواية business. مع السلامة.